أهلا. في نص مرمطة الثانوية العامة وضغط الأهل قرروا إني بني آدم مش منظم ومش بيذاكر، ويعملوا لي نظام أمشي عليه. والنظام كان كالآتي: ساعتين أقعد فيهم على الPC، وباقي اليوم أعمل أي حاجة بعيدة عن السوشيال ميديا، ويوم التلات براحتي. الكلام ده كان يوم الأربع اللي قبل اللي فات. مش عارف الفيديو ده هينزل امتى، بس يعني النهاردة الأربع. فطبعا قعدت طول الأسبوع منتظر يوم التلات ده بفارغ الصبر، وقاعد الساعتين دول تمشية حال مش بعمل فيهم حاجة أصلا. حتى جه يوم التلات، والمفاجأة كانت إني مش طايق ألعب حرفيا. قعدت حاسس إني مجبر، بلعب بالعافية. بلعب عشان المفروض ألعب، مش بلعب عشان نفسي ألعب. حد فاهم حاجة؟ كان في بالي إن اليوم ده هلعب بدون توقف بقى، والمتعة ومش عارف إيه وكوتوميني كيري بس آخرتها بقيت حاسس إني بلعب بالعافية، عايز أقوم أروح أذاكر يعني، استغفر الله العظيم. وهنا اكتشفت إني مش بلعب عشان أنا بلعب وخلاص. ولو سبتني طول اليوم مش هقعد ألعب طول اليوم ولا حاجة. انا بلعب لما ببقى عايز العب. لو ده يعني منطقي. افتكرت كمية الايام الكتيرة اللي كنت اقوم فيها من النوم ومبلعبش، بس بقعد اشوف يوتيوب ولا اعمل اي حاجة عشوائية. ولاحظت نفس الموضوع مع المذاكرة، وده خلاني استوعب ان المذاكرة واللعب مش بينهم حاجز كبير اوي زي ما كنت متخيل. انا لما حد بيقول لي روح ذاكر ما بقاش عايز اذاكر طبعا، بس لما بذاكر من نفسي الوقت بيطير، واقعد احل بقى والشرح ومش عارف ايه والمسائل. نفس الموضوع مع اللعب. لما قالوا لي ان ده يوم اللعب واني لازم العب النهارده، مبقتش عايز العب. هي دي هرمونات المراهقه اللي بيقولوا عليها، اللي بتخليك متمرد ومش عايز حد يتحكم فيك، ولا بفكر زيادة عن اللزوم؟ طب انا ليه بعمل اي حاجه اصلا؟ لو اي حاجه حتى لو انا بحبها جدا زي ان اقعد العب جيمز، ما بقتش عايز اعملها مجرد ان حد قال لي اعملها. يعني كده لو حد قال لي اعمل حاجه هكرهها مهما كانت. وانا بني ادم عنيد الدرجه دي؟ بصراحه انا عنيد يعني، بس ما اظنش اني لوحدي. يعني حتى فاكر مره كنت راكب مع سواق توك توك، كان قدي تقريبا، وشافني ماسك ملزمه قاعد براجع زي الغبي. راح بص لي كده وضحك وقال لي ثانويه عامه؟ قلت له اه. راح قال لي والله يا ابني انا كان مجموعي كويس في ثالثه اعدادي، بس ما رضيتش اخش ثانويه عامه عشان مش بحب حد يتحكم فيا ويقول لي روح واعمل وتعالى وذاكر. وقعد يكلمني عن نفسه وان التوك توك ده بيكسب منه دهب، بس ده مش موضوعنا. فيعني الموقف ده يثبت اني مش لوحدي. هلا يعني ده معناه اني اخرتها هطلع سواق توك توك؟ حاشا الله يعني. بس دي حاجه من الحاجات اللي تستوقفني فعلا. في اول السنه الدراسيه كنت بذاكر بجد، بالذات بعد ما اهلي قعدوا يقولوا لي انت عارف انت بتعمل ايه، طول ما انت جايب نتيجه يبقى براحتك. وكنت بذاكر كتير بقى وكنت شغال. بس اول ما بداوا يتحكموا فيا المذاكره بقت قرف، بقيت فاتح الكتاب بالعافيه. فاظن كده انا جاوبت على سؤالي. انا ليه بلعب؟ انا بلعب عشان هي الحاجه الوحيده اللي محدش بيقول لي اعملها. سلام.